يا اهلا وسهلا، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. الناس مع تغير الزمن وتغير طباع البشر وللاسف يعني هنقول ايه، بامانه الثوابت حتى بقت الناس بتلعب فيها. فالناس اللي هي الطيبة، أصحاب القلوب الهينة اللينة، القلوب اللي ربنا بيحبها ديت، اللي أفئدتهم كأفئدة الطير. الناس دي بتتعب جدا جدا، خصوصا في الزمن ده، لان للاسف بيتم استغلالهم اسوأ استغلال، وبيتم التعامل معاهم بطريقة وحشة جدا. بيعيشوا أسوأ تجربة في حياتهم، لأن التعامل مع الناس بالنسبة لهم بيعتبر جهاد كبير جدا جدا، بياخدوا فيه وقت وطاقة نفسية وطاقة جسدية في نفس الوقت، لأن بيدوهم كمية طاقة سلبية. ده غير بقى مش هنقول إن هم بيستغلوهم بس وبيدوهم طاقة، بيصدروا لهم طاقة سلبية بس، لا كمان بيتنمروا عليهم، فبيسببوا لهم يعني هقول ايه، مجموعة عقد كده جوه بتخليهم يقفلوا من الحياة. فهتبص تلاقي دايما الناس ديت اغلبها يا اما خلاص بتتجنب تماما التعامل مع الناس، وبتقفل على نفسها كده في قوقعة، فما بتحبش تتعامل مع حد نهائي، وبتشوف ان ده الحل الامثل، لان التعامل مع الناس بيجهدها، فخلاص لا انا كده لوحدي افضل. يا اما بتتحول تماما من حد طيب جدا لحد شرس جدا، ردود افعاله عنيفة ووحشة جدا، وبعد كده بنرجع نلوم. احيانا كده بيقعدوا مع نفسهم يفكروا، طب يا ترى انا اللي غلط، طب يا ترى اغير نفسي، طب اعمل ايه، طب اتصرف ازاي. دي بقى الفئة الثالثة اللي هي بتقعد ايه، يعني تحارب نفسها كتير جدا ومش قادرة توصل لقرار. احب اقول لكم ان لا، اصحاب القلوب الطيبة الهينة اللينة دي، لا دي القلوب اللي ربنا بيحبها. فتخيلوا كده ان انا اتغير علشان خاطر بني ادمين، لا انا اهم حاجه عني، يعني اهم حاجه عندي انا ان ربنا هو اللي يبقى راضي عني. رضا البني ادمين دوت يعني غايه لا يمكن الوصول اليها، انا قلت كده وبقول كده 100 مره، فانا اغير طيبتي؟ لا ما اغيرش. طب انا اعمل ايه عشان اقدر اتعامل مع الناس ديت؟ مجرد ان انا يعني هاخد بالي ان انا اكون حذره، بلاش اثق في حد بسهوله، بلاش اتعامل مع كل الناس بنفس الطريقه ونفس الاسلوب. هيجي حد يقول لي طب ما انا كده هبقى منافق، انا كده هبقى بشخصيتين، هتصرف مع دول بوشي ودول بوشي. لا، هي ما بتعتبرش كده، ومش بتعتبر نفاق ابدا اطلاقا، لان انا لو اتعاملت مع كل الناس بنفس الطريقه فهوصل لنفس النتيجه، هيستغلوني وهيصدروا لي طاقه سلبيه، وهيتعاملوا معايا بطريقه مش بحبها، وهيوصلوني للطريق اللي انا مش بحبه. الشخص الطيب الكويس اللي انا خلاص اتعاملت معاه وعارفه ان هو هيبقى مدرك قيمتي، فهيتعامل معايا بشكل كويس، هو ده اللي انا اديله كل حاجه حلوه جوايا. معنى كده ان انا اعمل الناس التانية بشكل سيء؟ لا، انا مش هرد ابدا الاساءه باساءه زيها، لا انا هعمل ايه، هرد الاساءه بالاحسان برضو، بس بالشكل اللي يتناسب معايا، لان احنا المفروض نعتزل ما يؤذينا، مش نروح جنب ما يؤذينا كده ونلزق فيه ونقول لا ما اصل انا هعمل ايه، انا مش في ايدي حاجه. فهبدا اخد حذري واتصرف كده في حدود ايه، هقول في حدود التصرفات بتاعه الشخص اللي قدامي. شخص كويس اهلا وسهلا، شخص وحش فهتعامل معاه، بس برضو انا مش هديله كل اللي عندي عشان بعد كده انا مزعلش. طيب، في المطلق بقى الحاجة اللي تريح قلوبنا بقى وتطمنا قوي، ان ربنا دايما مع الشخص المظلوم. ربنا حرم الظلم على نفسه، فاستحالة هيقبله يعني من عباده. دايما لما بتظلم حد او يبقى ليك عنده مظلمة يوم القيامة، لازم البني ادم دوت يعفو عنك ويسامح. فتخيلوا قد ايه موضوع ان انت تظلم حد او تيجي عليه او تستغل طيبته، ده موضوع صعب. فننام كده على المخدة واحنا مرتاحين ونطمن ان ربنا معانا. اما الناس التانية ديت فصدقوني والله مهما طالت السنين ليهم عقاب عند ربنا كبير جدا. هيتعبوا في حياتهم كتير جدا جدا، والدنيا دي داين تو داين، نفس اللي عملوه فيك هو اللي هيلاقوه، اللي زرعوه هو اللي هيحصدوه. فما تقلقوش ابدا، ما تتغيروش، خليكوا بطبيعتكم، خليكوا بقلوبكم الهينه اللينه اللي ربنا بيحبها ديت. خليكوا بطيبتكم، وربنا يحفظكم بامانه، ربنا يحفظكم جميعا، لان الطيبه في الزمن ده بقت عمله نادره.